استنى. أصبحت مهمة المواطن صعبة، فعليه أن يحافظ على حياته من البلطجية وأن يحافظ على عقله من السياسيين. بعد كل قصير يموت قيصر يموت قيصر جديد، فلا يبتعد الأسماء، وتصدق أن فرس النبي مؤمن وأن عباد الشمس كافر. هل السيد الرئيس له رأي في الرئيس القادم؟ طبعا له رأي، بنحبه جدا. من الصناعات المصرية تعليب المشروبات وتجميد الخضروات وحفظ التحقيقات. في مصر لا توجد محاسبة إلا في كلية التجارة. تركض الطيور على بيضها ويركض الحاكم على شوابهم وتخلص. سؤال: متى يتم رفع الطوارئ؟ جيم: عندما تأتي في أول الجمهور. نحن ضد رفع قانون الطوارئ، لأننا إذا رفعناه عن مصر ممكن نرجيها تبات. بانوراما جلال عام. البلد دي فيها ناس كويسة، فيها ناس عايشة كويس، وناس كويس إنها عايشة. جلال عامل لم يمت، بل ذهب ليرسم البسمة على شفاه الشهداء. لو لم يكن القانون موجودا لاخترعناه زينة للناظرين جحيما للمعارضين. ليس عندنا شفافية إلا في ملابس النساء. مصر فيها ناس عايشة كويس وناس كويس إنها عايشة. تصريحات الحكومة تحتاج إلى مواطن ذو مواصفات خاصة، طويل أو أهبل أو لابس رجل. ابني يعيش فترة مراهقة وبدأ يشاهد الأغاني الخليعة والأفلام الإباحية وجلسات مجلس الشعب. أصبحنا شعب يبكي دون القنابل المثيرة للدموع. انتشار ظاهرة كلام النبوة في الموبايل أثناء الجلسات يؤكد للعالم أن البرلمان المصري في شبكة. لكل يوطن في القانون الأول إن كل جسم يبقى على حالته من السكون أو الحركة إلا جسم الرقاصة، خصوصا عندما تعتزل. مين المتحدث بقى؟ والله العظيم اصلا حاسس يا دوله هو حمدين صباحي جاي ان شاء الله. حمدين صباحي